المهم اليوم طبختنا وايد حلوه نفس ذاك الاسبوع الدياي الاحمر، اليوم باللحم. يبون كذي اليهال قالوا لي ماما نبي نفس الطبخه باللحم، قلت حاضر، بس بقى معجون مفاتشيليا وايد، بصل، ثوم، زنجبيل، طماطم فريش، شويه معجون طماطم، بهارات صحيحه، بس هذه طبختنا وبهاراتنا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسوي طبختنا. ذيك المرة الدياي ترى الطبخة كانت شيء مو طبيعي، والعيش بس ودكم تاكلون العيش خالي، لأن أنا اشتغلت بالحمسة عدل، واللحم ما راح أبهره. ذيك المرة أنا بهرت الدياي، اللحم ما يحتاج تبهرون ولا شيء، حطيت زيت زيتون وسمنة، سمنة صلابة طبعا، وشنو وراح أحمس. هذا كل البصل راح يدبل. يلا ماما سالينا تعالي. زنجبيل، الطبخة هذه أنا أحط فيها زنجبيل، ثوم، شوفوا الحين أنا قاعدة أحمس البصل، وطبعا حط زيت غليل، اللحم بروحه يطلع شو اسمه دهن، ونحن بهاراتي الصحيحة أبيها تطبخ وتطلع ريحة مع الحماس. بهارات مشكلة صحيحة. جريس أبي شوية كمون حط وكزبرة. أنا أكثر بهالطبخة، مو أكثر، أحط الكزبرة المدورة زيادة وشوية كمون حب، مو ناعم، ما أحط ناعم، عيالي ما يحبون ريحة الكمون. لون البصل ايش حلوة صار، حطيت كزبرة ناشفة وبهار مشكل وشوية دارسين الحين بحطه علشان هم ينحمس وتطلع ريحة البهارات. ابي كركم، هالطبخة انا احط فيها كركم. جريس اعطيني كركم واقول لك ها. بعد ما حمست البصل والثوم عدل بالزنجبيل ضفت اللحم. الحين اللحم راح يتنكه بكل هالاشياء الحلوه. حطيت كركم طبعا لان عيشنا احمر نحتاج كركم، فراح احمس اللحم وبعدين عاد الطماط والمعجون، يبي لنا مشوار طويل. شوفوا اللحم ما شاء الله، طبعا طلعت زت كتف وضلع ما يصير، حسيته شويه، عندي ناس تاكل والعاملات. الريحه لا اقول لكم. شوفوا للحين انا ما حطيت الطماط الفريش ولا المعجون طماط، اليوم ما راح احط طماط مقطع، ما راح احط، لان عندي ناس ما يحبون يشوفون الطماط كذي بالهواء. شلون الناس اذواق. المكون الاساسي بطبختي اللوم الاسود، انا الحين بحط شويه وبعدين احط اذا احتاج، ما ابي احط وايد من الحين عشان لا يصير في مرورة او اي شيء، بس هالكمية مناسبة لان اللحم وايد. ونحمس. حطيت الطماط الفريش وحطيت معجون طماط يعني شوية، يعني مو وايد، بشوف ليه بعدين. شوفوا اللون ايش حلوة. ذيك المرة لما الدياي ما حطيت ماي، ترى الدياي طبخ بروحه بالصلصة هذه، بس هذا لحم. بشوف الحين، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، اللحم ما يحتاج تحميره، انا بحمره كذي وبشيله. لما اشيله يسهل علي طبخ العيش لاني انا مسويه كميه، اما احط العيش ويا اللحم وايد راح يصير علي صعب جدا، خاصه وقت النشاب، عرفتوا؟ نفس ما سويت بالدياي. شوفوا ايش حلو اللحم، شوفوا اللون كله طعم ونكهات تجنن. وهذا العيش انا احطه كذي، والحبايب اللي عندي ينزلونه. نزلي يور هاند ماما. شوفوا لون هذا ايش حلوه، ويحتاج ماي، راح احط ماي. شوفوا راح يصير لون العيش شيء
لا يصدق. ومع أجمل لقطة وأحلى عيش. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا اللون، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. لحظة لازم أقول لكم، شوفوا الجذر هني، تعالي شوفوا مع انه بالطماط يكون صعب، لكن وشوفوا لاحظوا ما في دهن، ما يلمع. وشنو شوفوا العيش ما شاء الله. كملي لا توقفين جريس. وبروحه يتفجج تبارك الرحمن. شوفوا اللون اللي ينن، شوفوا العيش وجمال العيش وروعة العيش ما شاء الله تبارك الرحمن. وكل حبة شوفوا ما شاء الله ايش زينها. استمتع. الحين بحط اللحم اراويكم اياه اللي حمرته بالفرن. شوفوا ما شاء الله اللحم حطيتهم كذي على بعض وحمرتهم شوفوا بالفرن، يعني ما ابي انا يتحمر بس عشان يساعدني بطبخ العيش، من كذي شلته انا. يلا اكشخ الطبق، هذه الصينيه الحلوه وارجع لكم. شوفوا الصينيه لازم نكشخها. ليش؟ لان هذه متعوب عليها طبخة بحب ومزاج وسعادة، نكسر اللون الحلو بالألوان هذه الخضراء. ما راح نحط طماط لأنه هو العيش أحمر، فما نكشخ بالطماط. كم أستحق من 10؟ كم تعطوني؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا غدانا اليوم. لحظة أجرب معاكم. شوفوا اللحم ما يحتاج، اللحم ذايب، ما يحتاج تحطون دهن لأن اللحم كله أصلا في دهن حتى لو ما في شحم. وشوفوا العيش تبارك الرحمن. وهذا غدانا اليوم. لازم احنا نشيل الصينية معاكم بعد هاللقطة. شوفوا اللحم ذايب، ذايب ذوب، والعيش شو اقول لكم كله طعم ونكهات. شوفوا العيش اللي ينن. وشنو بعد وش اقول وش احكي. وهذا غدا اليوم